بنهني ونبارك لحسام حسن ولاعيبته الرجالة اللي فرحونا وشرفونا بالأمس، والناس الكبار اللي زينا فرحتهم كبيرة. ليه؟ لأن احنا طول عمرنا لما كنا بنقابل منتخب عالمي كنا بنقول ربنا يستر وما نشيلش نتيجة تقيلة ونخرج بأقل الخسائر. دلوقتي الحمد لله عدنا ند لهم، ولما نقابلهم بعد كده نفكر ازاي نفوز عليهم وليه لأ. وبنشكر حسام حسن انه سمع كلامنا ووقف مصطفى شوبير، وانا نزلت فيديو اول امس وموجود على قناتي وعلى صفحتي على الفيس للي عايز يرجع له. قلت وقف مصطفى شوبير واديله فرصته كاملة، وكان عند حسن الظن وكان رجل المباراة خصوصا في الشوط الثاني. كمان بنشكره على منحه الفرصة لمهند لاشين اللعيب الراجل الرائع، ومن ايام كروش وانا قلت المفروض يلعب اساسي وما يقعدش احتياطي ابدا. وبنشكره كمان على منحه الفرصة للعيب الراجل إسلام عيسى واللي نال استحسان الجميع، ويا ريت يدي فرصة للعيبة تانية اللي لو خدت فرصتها هتتمسك بيها وهتفيد المنتخب زي إسلام عيسى. وبنهني أشقائنا في العراق بفوز منتخب العراق الشقيق على بوليفيا فجر اليوم 2-1 وصعوده إلى كأس العالم. وأنا من زمان بتابع منتخب العراق وبحب أتفرج عليه وبشجعه لأنهم زينا بالظبط، روح وحماس ورجولة وفدائية. والكونغو أيضا هزمت جامايكا 1-0 لتزيد عدد المنتخبات الإفريقية في المونديال. وعلى صعيد النتائج الودية المشرفة بالأمس، المغرب قدرت تفوز على باراغواي 2-1، والجزائر تعادلت مع أوروغواي 0-0، واليابان هزمت إنجلترا 1-0. والحمد لله إن ننغلب بأقل نتيجة من المنتخبات العالمية دي خلاص هتختفي، وتفكيرنا بعد كده إزاي نفوز عليهم.